القاهرة بتمر بأزمة نتيجة سوء تصرف الخليفة وضعف شخصيته. وصلتنا الأخبار يا مولاي، الناس هناك في كرب عظيم، الشوارع فضيت حتى من الحيوانات، والدكاكين قفلت من قلة البضايع، وكل الناس اللي هناك بتدور على لقمة عيش ومش لاقيينها. ده حتى الوالي أصبح لا يملك إلا حصانين، وقاعد في قصره مش عارف حتى ينزل شوارع القاهرة. الخليفة المستنصر بيطلب تدخلنا لإنقاذ الموقف. في خطورة كبيرة في الخطوة دي يا مولاي. ليه نتورط في أزمة إحنا بعيد عنها؟ إنقاذك للقاهرة هيخلي اسمك جزء من التاريخ على مر العصور. انت مين؟ أنا متعود قبل السؤال ده على أنت إزاي دخلت هنا، بس مش مشكلة، هجاوب الاتنين في جملة واحدة. تقدر تعتبرني صوت عقلك. يعني إيه؟ أنت أكيد محتال. أنا لو محتال كان ممكن أكمل كلامي وأنا مختفي وأخليكم تصدقوا أي حاجة بقولها. اللي انت عملته ده مفيش بني آدم عادي يقدر عليه. الأهم من كل الكلام ده هي الرسالة اللي أنا جايلك بيها. القاهرة في انتظارك عشان تكتب بإيدك صفحة جديدة من صفحات التاريخ يا مولاي. موافقتك نص الحل، والنص التاني في فكرة هتيجي في بالك في الوقت المناسب. فكرة؟ ايه الفكرة اللي ممكن تقضي على مجاعة؟ ده سؤال إجابته عندك. بعد ما تبعت رسالة للخليفة المستنصر بإنك بتجهز جيش عشان تتحرك للقاهرة، مفتاح السر هو ضمير التجار. التجار؟ بص الوالي. الأمير بدر الجمالي، والي عكا. تفتكر الأمير عاوزنا في إيه؟ استر يا رب. أكيد هيصادر كل فلوسنا والذهب اللي عندنا. انتوا بقى تجار القمح صح؟ أيوة يا مولاي. أيوة يا سمو الأمير، أيوة إحنا. انتوا متهمين بانكم خبيتم القمح عن اهل مصر، اهل بلادكم، واحتكرتوه عشان تكسبوا على حساب ارواح اخوانكم. إيه الكلام ده؟ أنا أول مرة أسمع حاجة زي كده. لا إزاي يا سمو الأمير؟ ما حصلش طبعا، إحنا ما نقدرش نعمل حاجة زي كده يا سمو الأمير. يا سياف! يا سمو الأمير يا مولاي، يا سياف! لا يا سمو الأمير، مولاي صدقني إحنا ما عملناش أي حاجة يا سمو الأمير، دي مجرد تجارة. مولاي إحنا تحت أمرك وتحت أمر كل الشعب. بعد إيه؟ الناس بتاكل بعضها في الشوارع. خلاص يا مولاي. لا يا مولاي، بلاش السياف. خلاص خد كل القمح اللي عندنا وخد كل ما نملك، لكن سيبنا نعيش يا مولاي. أنا عايز أعيش يا مولاي. أيوة يا مولاي. أيوة يا مولاي. أنا مستعد أعفو عنكم. أيوة سيبنا نعيش يا مولاي، لكن بشرط واحد. اشرط يا مولاي، اشرط طبعا، اشرط يا مولاي. احنا راهن اشارتك. القمح ينزل الأسواق والكيلو يبقى بتمن زهيد. موافقين يا مولاي. موافقين طبعا موافقين. مش قلت لك الوالي هيحلها؟ يلا نرجع البيت زمان، اختك جعانه. بدر الجمالي ساعد في إنقاذ مصر من الشدة اللي مرت بيها، وعشان كده احنا عندنا حي في القاهرة على اسمه، حي الجمالية. طيب ومنسوب النيل؟ النيل خيره دايما موجود في أرض مصر يا يحيى، وديك سمعت بنفسك التعويذة طلعت كلام فاضي. في كل مغامرة بحاول أنقذ بلدي وشعبها من حرب أو حملة عسكرية ممكن يروح بسببها آلاف، لكن دي أول مرة أواجه فيها مجاعة بتاكل في كل الناس اللي حوالينا من غير رحمة. انت عملت اللي عليك يا يحيى، ودلوقتي وجودنا هنا ملوش أي لزوم. عندك حق، هتوحشيني يا نونيا. ما تتأخرش عن بلدك يا يحيى. عمري ما اتأخر عنها، لا أنا ولا أي واحد من أهلها. سلام يا نونيا، وسلام لسينو والملك رمسيس. صحيح يا يحيى. خد الست دي معاك، مش عاوزينها عندنا. انت لسه هنا؟ احنا هنروح لآلة الزمن ونرجع بيها، وبكده يبقى كسبنا آلة الزمن والروبوت ورجعنا جميلة لزمانها، بدل ما تبوظ التاريخ واحنا نايمين في البيت. يحيى ما تسيبنيش يا يحيى. اهي كده الرحلة كملت. لو النبي فاضل حسان، ده أمه موصياني عليه، كفاية أخوه اللي راح مطرح ما راح. هو أكيد عند آلة الزمن بيمسحها وينظفها على بال ما نرجع. شفت بقى يا يحيى؟
احنا عصابة يمكن، لكن بنسمع الكلام وفضلنا ساكتين طول الطريق. طريق ايه؟ هو احنا كنا في رحلة؟ انتوا فضلتوا ساكتين بس عشان احنا بقى معانا آلة الزمن، ويحيى هو الوحيد اللي يقدر يرجعكم. هنعمل ايه فيهم دول؟ انا عن نفسي هروح، سلام عليكم. وانا كمان بوسي مستنياني، خدني معاك يا عتمان يا اخويا. أنا هسيبهم يمشوا عشان يبلغوا اللي مشغلهم على اللي حصل. شكله قدام نفسه هيبقى وحش قوي لما يعرف إن كل محاولاته في تزوير التاريخ فشلت. اللي حصل ده هيعمل لي مشكلة كبيرة. أنا اللي ماسك ملف مصر في المنظمة، وده معناه إن اختياراتي كلها غلط. احنا عملنا اللي علينا ووصلنا رسالة يحيى ليك، وبصراحة كده الواد علم على المنظمة بتاعتكم دي خطورة ومافيا ومقفلين دول تانية، وتيجوا هنا كل الخطط والتكاتيك تبوظ. مفيش حاجة باظت، يمكن مخططاتنا في مصر تتأجل شوية بسبب يحيى واللي زيه، بس احنا هنفضل نحاول دايما، مش هنسيب مصر في حالها أبدا. واحنا وضعنا ايه لا مؤاخذة يعني دلوقتي؟ هنكمل شغل ولا لأ؟ ايوه صح، عشان لو المولد انفض كده نشوف لنا احنا بقى منظمة تانية ولا عصابة صغيرة على ما تفرج. خليكوا على إشارة لغاية ما تصرف.